لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الديربي يحكم باحكامه. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلي يتصدر الدوري. هتقول لي يا عم ازاي يتصدر الدوري؟ ده لسه فارق نقطتين. هقول لك ايوه، انا امبارح قلت لك ان المباراه النهارده مباراه الدوري، واللي هيكسب النهارده يتصدر الدوري. فانا بالنسبه لي الاهلي متصدر. الف مبروك لكل الاهلاويه، وطبعا هارد لك لاخواتنا الزملكاويه. ولكن بصراحه عشان اكون معاك واضح، انت عارف ان انا بتكلم عنك بحياد، بس دلوقتي ابعد عني عشان انا مش هتكلم عنك خالص. حلو. الاهلي النهارده حرفيا عمل اللي كل الناس كانت متوقعه عكسه، وبالاخص احمد نبيل كوكا حرفيا انت يا ابني 10 على 10. انت حرفيا النهارده اللاعب الامثل في النادي الاهلي. هتقول لي اشمعنى؟ كان في لعيبه كتير حلوه جدا. هقول لك ان كوكا فضل ساكت ساكت ساكت. اللي يقول لك اصلك مش هيوقف الفينا، واللي يقول لك اصلك ده هيدوس عليه، واللي وشككوا في قدرات الولد وان هو ما بيلعبش في مركزه وي. حلو. علشان كوكا يرد في الملعب، وحرفيا الفينا لحد دلوقتي في جيب كوكا هيروح بيه. حد بقى من جمهور الزمالك او حد من الاداره عند الناس يعني يدور على الفينا عشان مش هيلاقيه الماتش الجاي. يلا بينا نبدا من اول الماتش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول 10 دقائق في الماتش النادي الاهلي حسسك ان احنا داخلين على ماتش كارثه خالص. من بعد اول 10 دقائق في الخمس دقائق اللي بعدهم من 10 ل 15 دقيقه النادي الاهلي بدا انه يبقى يرتب نفسه كويس، وبدا ان هو يمسك كوره بشكل كويس لحد ما تيجي الدقيقه 15 والاهلي يفرض السيطره الكامله على المباراه. من الدقيقه 15 لحد الدقيقه 98 النادي الاهلي حرفيا سيطر على مجريات المباراه بالكامل. كابتن عماد النحاس يمكن كان عندك شويه حاجات النهارده كانت ممكن تودينا في داهيه، هكلمك عنها. بس انت النهارده يعني نوعا ما ادرت المباراه بشكل جيد. انت حسست الزمالك ان انت بايع الماتش، خليت ان يانيك فريرا ياخد راحته جدا، وان هو خلاص. انا عماد النحاس بالنسبه لي، هو بالنسبه لفريرا بقى هو شايف ان النادي الاهلي يعني منكمش وخايف يخسر وي. ففجاه لقى ان عماد النحاس اداله الطعم بتاع اول ربع ساعه، قال له تعالى بقى انا هديلك. فلما قرر ان عماد النحاس والنادي الاهلي يمسك الزمالك ويدي، قام جاي الحكم حاسب ضربه جزاء. ضربه جزاء اولا دخل شاطها عبد الله السعيد. اولا عشان بس معاك صريح واضح، ضربه الجزاء صحيحه 100%، صحيحه 100%. هتقول لي يا عم دول الاتنين رافعين رجلهم، اقول لك تمام الاتنين رافعين رجلهم، بس عدي الدباغ لمس الكوره، وطالما لمس الكوره وياسين مرعي ما لمسهاش اصلا واحتك بيه حتى لو احتكاك بسيط جدا، فهي صريحه 100%. حلو كده. تعالى بس نرجع للحته بتاعت ان احنا كنا مسيطرين، فتيجي ضربه الجزاء يشوطها عبد الله السعيد، يتألق الشناوي. هنا بدأت أزمات التحكيم في المباراة. ضربة الجزاء اتعادت ليه؟ ده السؤال. ضربة الجزاء اتعادت ليه؟ هتقول لي اصلك مش عارف ايه. انا طلعت في القناة دي وبنفس الكاميرا دي بنفس الدنيا دي وقلت اتكلمت على ضربة الجزاء بتاعت نادي بيراميدز اللي ما اتعادتش، رغم ان كان كل الفرقة جوه منطقة الجزاء. اشمعنى دي ما اتعادتش واشمعنى دي اتعادت؟ يعني هو المبدأ بيتجزأ ولا القانون بيمشي على الكل؟ ده اللي انا اعرفه، ان القانون بيمشي على الكل، انما انا احسب واحده هنا وما احسبش واحده هنا، فده يعني ازمه. يعني انا مش فاهم. بعد ما ضربه الجزاء اتصدت يخش حسام عبد المجيد يحط ضربه جزاء جميله جدا الصراحه، حطها في مكان لو في 10 حراس مرمى واقفين مش هيصدوها. اول هجمه للنادي الاهلي اصلا كانت في الدقيقه 12. يعني اول هجمه كانت للنادي الاهلي رايحه على نادي الزمالك كانت في الدقيقه 12. بعد اول 15 دقيقه قلت لك الاهلي دخل المباراه. انا امبارح في الحلقه بتاعت ان هو ما قبل المباراه وازاي الاهلي يكسب الزمالك، صح؟ روح اتفرج عليها هتلاقيني بقول لك ان نقط ضعف نادي الزمالك الكرات الثابته. في اول 20 دقيقه بس انا جالي 5 ركنيات، ال5 بلح. انا بكلمك اول ده غير بقيه الماتش اللي هو ده جه فيه كميه ركنيات بالهبل اصلا. حلو. بس فكره ان انا في اول 20 دقيقه في الماتش ابقى راكب ويجي لي الركنيات دي كلها وما استفدش بيها، طب دي نقطه. طب تاني نقطه، تحس ان الاهلي عنده علاقه عكسيه اللي هي ايه؟ عندنا مهاجم حلو بيلعب بدماغه جميل جدا،
مفيش حد يعمل اوفرات النهارده. كل الاوفرات حلوه قوي، ما عندكش المهاجم اللي يلعب بدماغه. طب في ايه بقى؟ يعني انا كل لما احس ان اللمامه من هتبوظ من اللمامه تبوظ من المهم ان هي هتبوظ من حته. حلو. اعاده ضربه الجزاء، والنادي الاهلي استغل او يعني نفذ الضغط العالي اللي الزمالك اصلا ما بيعملهوش. الزمالك بيلعب عكس الضغط العالي، الزمالك بيلعب الضغط المستريح، بيرص اللعيبه. وقلت لك المره اللي في امبارح قلت لك ان فريرة بيرص اللعيبه، لكن ما هو مش بتاع ضغط عالي ومش بتاع اي حاجه، هو بيسيب لك الكره وبيستغل المرتدات على الفرقه المنافسه. ولو تلاحظ ده النهارده ان معظم الكور الخطيره اللي كانت من نادي الزمالك على النادي الاهلي كانت من كور مرتده وسريعه. وطبعا بصراحه اللي بيساعد نادي الزمالك على ده هو بنتايج. الواد ده طياره بجد، ما شاء الله عليه، طياره. بدأ خلص الشوط الاول وبدأنا في الشوط الثاني، والنادي الاهلي استمر في الضغط العالي، استمر في الاستحواذ، استمر في السيطرة على مجريات المباراة، ولكن بدون جدوى. النادي الاهلي حرفيا على قد ما انا شايط كميه تسديدات كتير، حوالي 18 تسديده، ولكن ال 18 تسديده يمكن منهم 5 6 على الجول. ودي ازمه، خلي بالك دي مش حاجه حلوه. يعني انا بالنسبه لي شايف ان دي ازمه كبيره. انا ليه يبقى عندي اللعيبه دي كلها، المحترفين دول كلهم، وانا مش عارف اشوط طول الماتش غير 6 كور على الجون؟ انت متخيل شوط 6 كور على الجون جبت منهم 2؟ انت متخيل لو كانوا 10 على الجون؟ طبعا كان الرقم هيختلف. ناصر منسي طبعا نزل كبديل. اول ما نزل عمل كرة عجيبه غريبه كده مع كوكا تقريبا او مرعي، يعني ان لم تخني الذاكره. الكرة دي الف ب كرة طرد، الف ب كرة طرد. انما الانذار ادي تاني واحده في الماتش كانت بالنسبه لي يعني واضحه وضوح الشمس، افوره. ده غير الاخطاء الكتيره جدا. الحكم ما كانش وحش بس ما كانش حلو، يعني ما كانش عادي حتى، يعني حتى مش هقول لك مثلا حكم عادي، لا ما كانش عادي، هو كان اقل من العادي. بس كان وحش قوي؟ لا كان كويس، يعني كان في اوقات كويسه. تعال بس واحده ثالثه عشان افتكرتها دلوقتي، الكره بتاعت طاهر اللي هو حسبها ضربه جزاء دي. انت حسبت ضربه جزاء، رجعت للفار، بعد ما رجعت للفار قلت مش ضربه جزاء. ما معنى الاسقاط اللي انت عملته؟ انا عارف ان الكره خبطت في الولا طلعت ركنيه، ما هتعمل ايه يا معلم؟ ركنيه كورنر. انما تعمل تحسبها اسقاط، دي كانت برضه بالنسبه لي غريبه. ولكن كان في واحد صاحبي قاعد معايا بنتفرج على الماتش قال لي وجهه نظر بصراحه هعرضها عليك وهي يعني مقنعه. وصاحبي ده كوكا كلكم عارفينه، وهو قال لي ايه؟ قال لي ان الحكم صفر قبل ما الكره تطلع اصلا بره الملعب، فبالتالي هو اللي وقف اللعب. فعشان هو اللي وقف اللعب عمل الكره اسقاط لصالح نادي الزمالك. بس انا كنت وهو يعني اختلفنا شويه في الحته دي، ان هو انا شايفها كده كده الكره كانت اوريدي طالعه بره، يعني ركنيه. فقانون الكره بيحكم على دي، هو الحكم صفر امتى الكره طلعت ولا لا، دي بالنسبه للاسقاط. ولكن انا كنت شايف ان انت كنت ممكن تحسبها ركنيه، وانا ده نقطه الخلاف اللي معايا بالنسبه للحكم في الجزء ده. نروح بقى، انا كده خلصت لك ملخص الاحداث المهمه للماتش. نروح شويه للاتجاه الفني. في الاتجاه الفني انا جاي اعقب لك على شويه حاجات عند كابتن عماد النحاس. هتقول لي يانيك فريرة عمل، ماليش دعوه بيانيك فريرة، خلاص انا دقيته من الاخر. عماد النحاس يانيك فريرة، انت ترجم يا معلم، حلو كده. المهم خليني اقول لك ان شويه الاخطاء الفنيه اللي عملها كابتن عماد النحاس النهارده. اولا تاخير التبديلات. كابتن عماد النحاس واقف كده على الخط، قام جاي عامل كده روح كولر الكامنه. فاول ما روح كولر الكامنه طلعت قال له بس يا معلم احنا ما بنعملش تبديلات قبل الدقيقه 70. قال له يا ريس، قال له لا انا ما بعملش تبديلات قبل كده، ممكن اعمل 5 تبديلات في الدقيقه 88. قال لا يا معلم، يا معلم ده انت نزلت حسين الشحات اللي قلب لك الماتش اصلا تبديل اضطراري. هنا السؤال لو طاهر ما كانش اتصاب في الوقت ده، هل حسين الشحات كان هينزل في نفس الوقت؟ علامة استفهام عندك يا كابتن عماد، انا عايز اجابتها. لان انا شايف ان حسين الشحات، وانا من امبارح قلت لك توقعت تشكيلة النادي الاهلي وخلفت معايا في 2 لعيبه، والحمد لله ربنا وفقنا وتوقعنا تشكيلة نادي الزمالك بالكامل صح. حلو. ولكن انا قلت لك من امبارح، قلت لك ان انت هتلعب بديانج
وحسين الشحات. انت خلفت معايا ديانج، نزلت محمد علي بن رمضان، وده كان بالنسبه لي مجازفه كبيره جدا، اللعيب راجع من اصابه وتلعبه اساسي في ماتش قوي زي ده، ولكن الحمد لله عدت على خير مع بن رمضان، وبن رمضان كان من ضمن اللعيبه المؤثره جدا النهارده. وحسين الشحات نزلت مكانه طاهر، او نزلت مكانه شرقي تقريبا. انا ما كنتش حاطط بن شرقي امبارح في التشكيله، او ما كنتش حاطط بن شرقي، كنت حاطط طاهر وتريزيجيه وحسين الشحات ومعاهم محمد شريف مهاجم صريح. فخليني اقول لك ان انت لما نزلت طاهر حلو قوي، مش مختلف معاك، طاهر لعيب كويس، بس انا دلوقتي خسرنا 1-0 الدقيقه 70 ما عملش تبديلات. السؤال هنا بقى، هل انت كابتن عماد ما عندكش البدايل؟ ما عندكش اللعيبه اللي تخليك تهاجم؟ بصراحه هتقول لي ازاي يا عم؟ اقول لك ما كل المستشفى مليانه، ما اللعيبه كلها مصابه. بس انا معايا مين بره؟ ما انا معايا حسين الشحات، ومعايا عمر كمال اللي الله يسامحك يا عمر، حلو، ومعايا شويه اسامي ممكن تهاجم معايا عبد القادر. انا ليه ما نزلتش عبد القادر اصلا؟ يعني انا معايا عبد القادر، انت ليه اخرته؟ انت منزل عبد القادر في الدقيقه كام يا كابتن عماد؟ المهم التبديلات، بدانا بحسين الشحات وثم ديانج وعبد القادر. نزلوا امتى؟ في الدقيقه 85 يا كابتن عماد. انت ليه نزلتهم في الدقيقه 85؟ ليه ما نزلوش من بدري؟ يعني ليه التبديلات دي ما نزلتش من بدري؟ كانت على الاقل هتساعد شويه مع تبديله حسين الشحات. انت منزل حسين الشحات في الدقيقه 71 بالضالين. حسين الشحات ينزل يلعب دقيقتين يسجل اول جول مع بص لعبه جميله جدا بين حسين الشحات ومحمد شريف، اداها له بمعلمه الصراحه حسين الشحات ومحمد شريف. مبروك يا رجاله، فرش لنا حسام عبد المجيد، مبروك حسام عبد المجيد اهلاوي. هتقول لي ايه ده؟ هقول لك خش اتفرج، هتلاقي معظم اللعيبه اللي الاهلي فردها جابها. المهم خلصنا من عبد القادر وخلصنا من الجون بتاع حسين الشحات ومحمد شريف التحفه الممتع الرائع اللي ملعوب بكره جميله جدا، علشان حسين الشحات بعدها بثلاث اربع هجمات يعمل لك بلانتي ويخش تريزيجيه ويسدد البلانتي. وطبعا تريزيجيه بالنسبه له انا عايز اجيب الجون علشان خاطر احتفل. تريزيجيه، بص يا تريزيجيه، انت لعيب كبير، لعيب كويس، لعيب عالمي، لعيب ابن النادي، الجمهور بيحبك سواء اهلاويه او زملكاويه، الجمهور بيحبك، لعيب كبير في المنتخب، مؤثر مع المنتخب طبعا، ما حدش يقول الكلام ده. بس بالله عليك لو انت شايل مسؤوليه اكبر من كبيره عليك قللها والله. مش عايزين منك غير ان انت تلعب كلاعب يا تريزيجيه. احنا تريزيجيه حبيب قلبي، احنا بنحبك واقفين في ظهرك وداعمين ليك، وانت مستواك بدا يجيب ومستواك بدا، بس عايزينك تكون مع المجموعه اكتر. يا تريزيجيه كور كتيره قوي انت بتضيعها بفكره ان انت بترقص. يعني الكره اللي راحت على الشناوي الخطيره اللي كانت في اول الماتش اللي الشناوي اتصاب فيها كانت بسببك. يعني ايه كانت بسببك؟ انت واقف وسط ثلاثه مصمم تقطم. يا معلم هتقطم ازاي؟ ده السكه زحمه والاشاره واقفه، هتقطم ازاي؟ مفيش مكان تقطم منه. 1-على-3 هتعمل الترقيصه وتعدي، تمام ممكن تعملها، بس انت مش ميسي. انما لا، اقطم وسط 3 دي صعبه، فبالتالي الكره اتقطعت علينا، راحت مرتده، كانت هتكلفنا جون في قبل ضربه الجزاء، ده كان في بدايه الماتش. فتريزيجيه بعد اذنك مش محتاجين منك غير ان انت تكون لاعب طبيعي جدا. بالنسبه لي انا قلتها كذا مره هفضل اقولها، تريزيجيه بالنسبه لي لاعب مزدوج الجنسيه، لاعب اوروبي محترف ومعاه الجنسيه المصريه. انت مش لاعب محلي، ومش هلومك ان انت لاعب محلي، ومش هفضل اكلمك ان انت كانك لاعب محلي يا تريزيجيه، عشان بس الكلام يبقى واضح. نروح لبقيه التبديلات. طبعا الحكم الكره وقفت مره واثنين وثلاثه وما عملش التبديلات، وادي رابع واحده على الحكم، يعني 4 اخطاء تحكيميه. ويقال ان النادي الاهلي هو الننوس. اين انت يا ننوس؟ من هو الننوس الحقيقي؟ انا عايز اجابه. المهم وقفت الكره مره واثنين وثلاثه والتبديلات ما نزلتش، علشان التبديل الاخير ينزل في الدقيقه حاجه و90 تقريبا، 93 او 94 95 كمان. وهم مين؟ احمد رضا وعمر كمال عبد الواحد. احمد رضا لعيب يستحق المشاركه من البدايه، عمر كمال عبد الواحد لعيب يستحق يركب قطر 6 الا تلت. من الاخر انت عايز ايه تاني يا عمر علشان تحط جون يعني يزق معاك نفسيتك شويه، يزق معاك الموضوع نفسيا شويه؟ انت عايز فرصه زي دي امتى تاني؟
يعني ديانج عمل لك بص رقص وجرى وعمل كل حاجه وقال لك لوز اللوز يا معلم جيب جون، فانت قلت له لا والله ما جايب. ليه يا عمر؟ مستني ترجع امتى تحط رجلك على الارض لو مش هترجع يوم ماتش الزمالك؟ يعني انا بقول لك اهو حسين الشحات من النهارده هتلاقي حسين الشحات واحد تاني. ليه؟ خلاص هو حط رجله، حط الراجل نزل في ماتش الزمالك مباراه القمه، مباراه يعتبر حسم الدوري. هو بدري شويه ولكن ده حسم. انا بحسم مشواري يعني من الاخر. الاهلي النهارده صلح العك والقرف اللي حصل في اول السيزون. فحسين الشحات النهارده نزل وحط رجله. انت كعمر كمان عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني عشان تعمله؟ عشان تحط جول؟ كابتن عماد ان شاء الله احتمال بنسبه كبيره جدا الماتش الكهرباء يكون اخر مباراه ليك وللجهاز. عايزين ان احنا نعمل مباراه كويسه. كابتن عماد طبعا شكرا جدا لمجهودك بصراحه. على قد ما كابتن عماد عنده اخطاء يعني فنيه، ولكن كابتن عماد معذور. ليه؟ هو الراجل محطوط في فتره ما يعلم بقى الا ربنا، سواء المره دي او المره اللي فاتت. المره اللي فاتت في نهايه الموسم اتحط في فتره سواد والراجل جاب الموسم حلو. جه النهارده اتحط في فتره برضه وحشه جدا، الاهلي واقع والراجل جه خد الفازه وهي مكسوره يلزق فيها، فالراجل لحد دلوقتي عمال يلزق حلو. فاحنا على قد ما بننتقدك يا كابتن عماد، فاحنا بننتقد مش عشان ان انت وحش، لا احنا بننتقد عشان احنا عايزين الاحسن وان احنا نفسنا احسن. انما كابتن عماد انت مشكورا على الراس على اللي انت عامله الصراحه. بعيدا عن ماتش النهارده خالص، اقسم بالله حرفيا كابتن عماد زي ما قلت لك لزق الفازه وخلى الفازه دلوقتي ايه قابله ان هي تتمعجن بقى وتتصنفر وترجع لشكلها السليم تاني. ده اللي قلته. يلا بينا نروح نقيم اللعيبه. خلينا نبدا بالشناوي في حراسه المرمى، نديله 8. طبعا 8 لان الشناوي يعني النهارده مش هديلك 10 من 10 لان حرفيا كان في شويه حاجات كده برضو عندك. يعني الكوره بتاعت كوكا اللي انت ما طلعتش عليها، اللي انت يعني كوكا قال لك يعني ايه كذا كوره الشناوي ما ربطش فيها مع المدافعين. النجم العالمي ابن النادي الاصيل وابن الاصول اللي بيستحمل جميع النقد وبيستحمل ان هو بيتقال عليه انت فيك وعليك ومالكش فيها وهتفضل لعيب ناشئ. الناشئ محمد هاني 10 من 10 حرفيا. لولا ان حسين الشحات نزل جاب جون وعمل ضربه الجزاء والاهلي مثلا في حاله التعادل، محمد هاني رجل المباراه بدون منازع. محمد هاني النهارده اوفرات شغال، التحامات شغال، دفاع شغال، شوط شغال، ناقص حاجه واحده يعملها يروح يصد. محمد هاني النهارده كان حلو جدا. ياسر ابراهيم 5. ياسر لو سمحت انت حلو بس الاندفاع شويه. ياسين مرعي 8 من 10. 8 من 10 واللي جاي احسن يا مرعي. كوكا 10 من 10 عشان المقدمه اللي انا قلتها عنك. مروان عطيه 8. محمد علي بن رمضان قلت لك ان محمد علي كان حلو وليه لقطات حلوه ولكن مش المؤثر قوي. يعني محمد علي بن رمضان اللي كان معايا في كاس العالم انا تقريبا نسيته في امريكا تقريبا يعني. محمد علي بن رمضان 3 من 10. محمد علي بعد اذنك عايزين الناس تشتغل اكتر، عايزين تركيز اكتر، عايزين ترجع مستواك اللي انت اصلا جاي بيه. تريزيجيه 7. بن شرقي 5. طاهر 5. حسين الشحات 10 ومحمد شريف 5 علشان بس الاسيست. انا مش عايز اظلم محمد شريف لان محمد شريف اوريدي مفيش كوره وصلت له. يعني محمد شريف كمهاجم هو ما هددش الجون لان مفيش حد ساعده على ده. عارف اعاتب شريف امتى؟ لو انت راحت لك كور وضيعتها. لو راحت لك كور وضيعتها هعاتبك. عبد القادر مفيش تقييم، احمد رضا مفيش تقييم، عمر كمال 0. هو عافيه براده رزاله كده. يبقى حلقه النهارده خلصت. الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، وان شاء الله الاهلي يسيطر على صداره الدوري لما يلعب المباراه المتاجله بتاعته، في حاله ان الزمالك برضو يعني يطلع باي في الجوله والاهلي يلعب المباراه بتاعته اللي ناقصه له. يبقى ان شاء الله الاهلي متصدر الدوري بفرق نقطه وحيده. ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك وتفعل زر الجرس في القناه وتحط رايك في الكومنتات. ولو انت شايف ان في لعيب ما يستحقش التقييم اللي انا قلته سيب لنا تقييمك من 10 في الكومنتات. سلام.